السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أبو علي بتاع الزيت وفيديو جديد ومراجعة جديدة وزيت جديد. إن شاء الله النهاردة إحنا مع شركة شيل، مع منتج ما كانش موجود في الشركة أصلا من فترة. المنتج ده ما شاء الله تبارك الله يعني اكتسح السوق كله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة مع منتج شيل اتش اكس 8. شيل ايه؟ اتش اكس 8 زيت فولي سينثيتيك تخليقي بالكامل، زيت بنزين، زيت قصته نبداها من زمان كده، مثلا من 4-5 سنين ما كانش موجود، كان موجود الالترا بس، وزيت اسمه اتش اكس 7 كان 10 دبل 40 نصف تخليقي، والزيت ده حاليا في مصر اتلغى ونزل ده مكانه بسبب ان كان اتفتح الاستيراد للاشخاص الطبيعيين اللي زينا. يعني كان الاول مصر قافله على الشركات اللي هي بيبقى ليها مقر في مصر وتصنيع في مصر، هي دي بس اللي كانت بتصنع، شيل، موبيل، توتال، الاسماء الكبيره جدا دي. كان اتفتح بعد كده بقى الاستيراد، بقت الاشخاص اللي زينا، واحد زي ابو علي بتاع الزيت راح سافر جاب زيت من بره، ايا يكن الاسماء ايه من الشركات دي. الشركات دي كان ساعتها الزيت الالترا ال 10000 او الموبيل 1 وصل ل 700-750. كان الزيوت دي بقى التانية اللي بنتكلم عليها سعرها كان 400 جنيه و350 جنيه، وطلع عليها اشاعه ان هي بتمشي 10000 كيلو، وطبعا دي كانت اشاعه فعلا، والزيت ما كانش ساعتها بيقعد 10000، كان اخره 8000 كيلو. شيل طبعا انتبهت للسوق في الفتره دي ونزلت منتج جديد اسمه اتش اكس 8 فولي سينثيتيك اويل تخليقي بالكامل. يعني ايه تخليقي بالكامل؟ في زيوت اسمها زيوت معدنيه، دي زيوت مصنعه من البترول الخام، نسبة الخام فيها من الزيت 75%، نسبة التكنولوجيا والتصنيع اللي الإنسان صنعه بنفسه 25% والإضافات. الزيوت التخليقية بتوصل ل 90% مصنع بالكامل ومصنوع من الغاز الطبيعي، وبعد كده في نسبة بترول بسيطة. وطبعا في حاجة اسمها فولي سينثيتيك، في حاجة اسمها سينثيتيك، في حاجة اسمها فولي سينثيتيك اويل يعني مصنع بالكامل، وفي حاجة اسمها بيور سينثيتيك اويل، وده الالترا والموبيل 1، ومش موضوعنا دلوقتي المنتج ده. المنتج ده لما نزل اكتسح السوق في الفتره دي، وكان نازل عليه كام خصم كده اياميها، وبدا المنتج حتى الشركه كانت اول ما نزلته كان بيتكتب على جنب هنا يدوم حتى 10000 كيلو متر. حلو، نتكلم الاول على خصائص المنتج ده. خصائص المنتج ده اولا EPI-SN، وده المستوى الثاني عالميا في مستوى الزيوت كلها. الحاجة التانية، الزيت بيمشي بنزين وبيمشي ديزل، ولكن في الديزل بيمشي كيلوات قليلة وما بيخدمش زي البنزين، فالزيت ده بيمشي بنزين. خلاص. الحاجة التالتة، الزيت ده متميز بإيه عن الأمثلة بتاعته كلها؟ الزيت ده متميز بإن هو فيه مواصفة معينة بسبب العربيات الحديثة. خلي بالكم يا جماعة، احنا كنا لحد سنة 2017 كنا بنحط الزيت غلط في مواترنا. درجة الحرارة اللي بتوصلها العربية سريعة جدا بسرعة فائقة، والضغط العالي اللي بتوصله العربية كانت مواصفات الزيوت أياميها SL أعلى حاجة وSM. المواصفة دي ما كانتش بتتوافق مع سرعة تغير المكنة من الدرجة. أنا معايا بيستم اهو جاي أشرح لكم عليه النهاردة. شايف البيستم ده؟ الزيت هو اللي منضف تحت كده، واللي فوق ده هو الحتة اللي بيوصل لها العادم. خلاص. وده الشامبر اللي احنا بنتكلم عليه اللي عليه كل الكلام اهو، الشامبر عمال يقفل ويفتح ده، وده شامبر الزيت اللي بيزيت. جميل. الضغط بيبقى عالي جدا فوق في الغرفه هنا، دي غرفه الحريق فوق، ضغط عالي جدا من حراره وضغط. الزيوت اللي كانت مصنعه في الفتره قبل 2017 خصوصا في المكن GDI والكلام دوت، خلاص، كان الزيوت دي ضغط عالي قوي، زيت ما بيستحملش، فما نجحش في الفتره دي. بدات الزيوت تطور من زيوتها، حتى الاس ان دي بقت SN بلس واس بي. لازم نحط زيوت عاليه في بقى مواصفه مصنعه في الزيت ده خصيصا دونا عن كل الزيوت تتوافق مع العربيات دي. بمعنى انا عندي هنا في تكنولوجيا اسمها ايه؟ فليكسي مولكل تكنولوجي. فليكسي ايه؟ مولكل تكنولوجي، يعني تكنولوجيا الجزيئات المرنه. تكنولوجيا الجزيئات المرنه اللي بتخلي الزيت يتحمل ظروف الضغط والحراره العاليه جدا. فده مواصفه مش موجوده في اي زيت تاني. وبرضه بازلت باكد، احنا الحمد لله لسه ما وصلناش لمرحله ان احنا حد يدينا فلوس عشان نتكلم على زيته.
انا بتكلم فقط لاخواتي اللي معاهم العربيات، اللي مستنيين يسمعوا معلومه جديده يستفيدوا بيهم العربيات. يبقى احنا قلنا رقم واحد الزيت ده الزوجه 5 دبلو 40، خفيف جدا فوق ما تتخيل. دبلو يعني وينتر شتاء في البروده، يعني مجرد ما تدي بس سنه مارش الزيت بيطلع يزيد فوق. عمري ما هقارن السحله بالتقيل لما اشربه بالشفاطه زي عصير القصب لما اشربه بالشفاطه، عشان بس الناس اللي بيقارنوه بالزيت الاحادي. الحاجه الثانيه الزيت ABI-SN مستوى عالي جدا، تاني مستوى عالميا. الحاجه الثالثه قلنا بيمشي بنزين. الحاجه الرابعه معانا واخد موافقات من مين؟ قرب عليا بقى كده وعايزك كده تشجي ودنك بالموافقات اللي هتسمعها. اولا ABI-SN ECEA دي جمعيه مصنعي السيارات الاوروبيه. كمل معايا بقى كده، معايا MB مرسيدس بنز ابروفال يعني موافق ل 229.3، فولكس فاجن 502 505، رينو 0700 ورينو 0710، وميتس ذا ريكوايرمنت المتطلبات بتاعت فيات FCA 9.5. كل دي موافقات الزيت ده متطلبها مع المكن. ادي سمعه الزيت اللي معانا، تاريخ الزيت اللي معانا. زيت بينفع لمحركات ايه؟ مع الكلام بقى اللي اتقال اللي احنا قلنا عليه الريكوايرمنتس دي، بينفع ليه؟ بينفع للعربيات اللي تحت 200,000 كيلو. يعني عربيه مثلا معاك من اول 1000 كيلو لحد 200,000 كيلو الزيت ده ينفع معاك. لو معايا عربيه ماشيه اصلا على الزوجه 45 ومكمله بعد ال 200 والزيت ما بينقص، الزيت ده ينفع معاك. بيمشي كام كيلو الزيت ده؟ بيمشي كام كيلو؟ يعني افضل غيار زيت للمنتج دوت في الكيلوات 8000 كيلو، ناجح جدا على ال 8000. بينزل ماسك نفسه متماسك، مدي احسن تزييت. الزيت بينفع معانا في كل العربيات الكوري، كل العربيات الالماني مكتسح الموضوع ده، في كل العربيات الرينو بكل انواعها، وانا عارف انا بقول ايه. الموديلات من فوق 2010 الزيت ده حاجه روعه. الزيت ده اللي تحت على طول مباشره الزيوت العاليه زي موبل 1 زي كاسترول ايدج شيل الترا. الزيت HX8 زيت سعره كويس جدا على العرض، في عرض منزلينه عشان يوم المرأة العالمي، شيء اللي بتهتم بالمرأة، بس هنقول له عرض في الاخر ان شاء الله. هنشوف بقى الزيت ده نستلمه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان تعرف ازاي انا النهارده هكلمك ازاي تشتري المنتج الاصلي والعبوه الاصليه. المنتج معايا هنا الباتش نمبر، ومعايا تاريخ الانتاج. انا عندي ده تاريخ انتاجه 16 جان 23، يعني ده 16/1/2023. وطبعا زي ما بننوه حاول بقدر الامكان ما تشتريش منتج اكتر من 6 شهور سنه يا سيدي. اكتر من كده يعني مش لطيفه قوي يعني، لان كده المنتج مركون في المحل والمحل بيشتغل ملاكي بكميه كبيره. فربنا يعوض على الجميع ويرزق الجميع. ومش بقول ان انت تركن الزيوت عند الناس ولا نوقف حال الناس، ولكن لو هتشتري منتج قديم حاول بقى تهتم شويه بان هو منتج اصلي عشان ما يبقاش من المنتجات المعاد تعبئتها. تعالى هنا في الاربع ارقام اللي هنا 7617، ده رقم العبوه في التصنيع. يعني لو انت بتشتري كرتونه حاول تشتري الاربع ارقام دول 7617، يبقى في الكرتونه 18 19 20 او مثلا تفاوت 3 4 ارقام كده، انا بتاكد ان الكرتونه دي اصليه. تمام. معايا هنا المنتج فولي ساينتفك تكنولوجي. معايا هنا الQR ده بيدخلك على الشركه الموقع بتاع شيل. لو فتحت الQR بتاع النت طبعا هنا الفليكسي مولكر تكنولوجي ده الخاصيه المنتج بيتفوق بيها على كل المنتجات. معايا خلي بالك من المنتج، الحرده اللي فوق دي مهمه جدا. لون المنتج هنا الرصاصي طالع تدريجي لحد ما يطلع على ابيض، وهنا الرصاصي تدريجي لحد ما يطلع على ابيض. اللزقه دي مش لاول مره بقى نعمل الحركه دي، نقربها بس للناس. البادج ده بادج بلاستيك وليس بادج زيت. يعني لما تلاقي البادج ده شارب، معلش بقى نقطعوها كله عشان خاطر عيونكم، ده بلاستيك، ده ايه؟ بلاستيك مش ورق. لو لقيت البادج ده شارب زيت اعرف ان المنتج ده مش اصلي. خلاص معلومه زياده دي اول مره نقولها لكم. تعالى هنا معانا الجيركن، الحركه اللي كلكم بتحبوها، كل الناس بتحب الفتح الجيركن. ماشي، ادي التكه تكت معانا اهي. خلاص الورقه اهي جوه متحركه، دي ساعات بتبقى لازقه هنا في الجيركن. هفضل اقولها 100 مره، شيل مش عارف تطور برشامتها تعبان، حاول تقرب كده وتوضحها للناس. كذا حد قال لي عايز اشوف البرشامه الاصلي، هي عليها علامه شيل وكلمه اوريجينال. خلاص ده شكل العبوه الاصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. كوبايتنا الجميله، اسهل اختبار لاختبار الزيت ده،
اسهل اختبار. جميل. هنفتح الجيركن كده معانا. تحبوا انتوا الحركات دي قوي، انا عارف تحبوها قوي، فتح الجراكن دي. بسم الله الرحمن الرحيم. ركز معايا بقى كده في لون الزيت. معلومه عايز اقولها وانا بعبي الزيت ده كده، حركه بتاعت الزيت اللي هي كده ما عادش تنفع خلاص. ليه؟ الزيوت دي عاليه جدا في اللزوجه، فالحركه دي ما عادش تنفع. حته ان انا عايز الزيت تقيل ويبقى فيه عرق جامد دي ما عادش ينفع بالزيوت دي، عشان الزيوت دي متعدده وخفيفه جدا ان هي تعدي اعلى تزيين. بس انا عايز اوريك حاجه، لو افترضنا انت عايز تمشي بالمبدا ده، بص قرب كده على المنظر ده كده. شايف الرفع ده؟ الزيوت المضروبه ما بتدكش الرفع ده ولا التسريب الرفيع ده. شايف السرسوب الرفيع ده؟ دي حاجه بتديك ان الزيت ده جيد جدا. بص نقاء الزيت حلو. ده المنتج العادي. كل مره هجيب لكم نفس الزيت اللي بتشوفوه كل مره عشان تقارنوا ما بين الزيوت التقيله والزيوت دي. فرق اللون باين وتقل الزيت. خلاص. بص هنا وبص هنا. انا عايزك بقى تقرب على حاجه جديده النهارده. تعالى قرب كده. نسبه الفقاعات اللي هنا بص عامله ازاي؟ تكاد لا توجد. بص الفقاعات هنا. ايه اللي بيحصل بسبب الفقاعات دي؟ معلومه بقى اقولها لك النهارده جديده. الفقاعات دي النهارده البستم اهو، ده عمال يطلع يرزع وينزل. جميل. الفقاعات دي بقى وهي مع المعدن، سطح المعدن هتزيد في مكان ومكان لا. فتلاقي الميكانيكي يقول لك ايه؟ انا عندي الشميز متسلخ. الشميز ايه؟ متسلخ بسبب ايه؟ البلوه بتاعت الفقاعات دي، الزيوت الاحاديه. خلاص. انا بس عايزك تشوف كميه النقاء بين الزيتين والفرق بين الزيتين. ده لون الزيت ال 10000 اللي بيقعد لحد 10000 كيلو، ادي اللون. وده لون الزيت اللي بيقعد 1000 كيلو الاحادي. شوف كميه الشوائب هنا قد ايه، وشوف كميه نقاء الزيت هنا قد ايه. بص نقاء الزيت. يعني انا والله ده انا عايز اجيب بص ارجعه تاني في الزيت، معلش. انا بس عاجبني قوي النقاء. يعني والله انا بحس ان ده وسام على صدرنا ان احنا بنشتغل في زيوت اصليه، وغيرنا لما يشتري زيت اصلي والله العظيم حاجه كده. اولا ريحه الزيوت يا جماعه النهارده ريحه جميله كده والله العظيم. انا نفسي اشممكم الريحه دي. والله انا بشم مكانكم، بس عايز نفسي اشممك ريحه الزيت المضروب المعفن اللي هو معمول له ريسايكل زيت. يعني مش عارف ونفسي اشممها لكم والله. بص والله لا صبه تاني. انا من متعتي بس بستمتع. بص المنظر، بص منظر الزيت، بص جمال الزيت، بص جمال الزيت. يجي واحد بقى يقول لك كوبايه واحترم عقول الناس. والله انا بحترم عقول الناس باللي انا بعمله ده. طبعا شيلي بتهتم بيوم المرأة العالمي عامله عرض معانا ان شاء الله على الاتش اكس 8. طبعا ما شاء الله مصر بقت مبدوره عربيات بقى، بيكانتو على اي 10 بقى، على العربيات الهاتشباك، الميني كوبر، كل العربيات دي طبعا بتحط الزيوت ال 10000 او ال 8000 ال 5 فعامله لهم عرض جبار. طبعا امتثال حديث النبي عليه السلام، امك ثم امك ثم امك. فعشان طبعا عامله لكم عرض جامد جدا، الا وهو خصم 20% على الاتش اكس 8. الجيركن ثمنه 852 جنيه، معانا في العرض ب 680 جنيه، يعني مماثل لثمن الجيركن ال 5000 كيلو. فانت اولى بالمنتج ده، وانت اولى. وطبعا هعمل لك سكرينه ازاي تخش تاخد العرض. يا تبص معايا فوق لو انت على الفيسبوك على اللينك فوق في الشرح، يا اما هتلاقيه تحت في الوصف في اليوتيوب. ان شاء الله العرض متوفر في جميع مراكز الشيل المعتمده، خصم 20%، ومش هتلاقيه بره عشان ما تلفش وتدور. انت اولى بالخصم ده، وخد ال 20% الخصم. وتعالى شرفنا عند ابو علي بتاع الزيت، 100 شارع احمد ابو سليمان العوايد اسكندريه. متوفر شحن جميع انحاء الجمهوريه. ادينا اللينك الجميل وكلمنا في التليفون وهنديك الجيركن نبعته لك لحد عندك، تحت امرك. وبسم الله الرحمن الرحيم. نخش على صفحة ابو علي بتاع الزيت، هترفع لفوق هتلاقي العرض بتاع يوم المرأة العالمي. هتدوس على عرض المزيد، هتلاقي طبعا اللينك بتاع العرض. هيفتح معاك عرض يوم المرأة العالمي. طبعا هو المفروض ان هو ناتوز موافقة،
المفروض هو نازل للبنات بس انت لو كتبت اسم رجاله عادي، الرجاله شغالين برضو. امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. هتكتب واوعى تنسى كلمه اوافق على الشروط والاحكام. هتكتب اسمك بالكامل، رقم تليفون، وتدخل البريد الالكتروني ورقم البطاقه، وتعمل ارسال. هيجيلك كود، الكود ده هتروح بيه لاقرب مركز خدمه معتمد وتصرفه من عنده، ويديك الجيركن بالسعر 680 جنيه بدلا من 852 جنيه. وشكر الله سعيكم.